أكتر واحد بيجذب العلاقات السامة ليه. في ناس كده مسالمة جدا وما بتحبش المشاكل وبيخافوا يكونوا لوحدهم. احتياجات اللي قدامهم بتكون أهم وأولى من احتياجاتهم هم، وده بيخليهم ملوك لجذب الشخصيات التوكسيك في حياتهم. لما قريت في علم النفس لقيت إن الشخصيات دي دايما معتمدين على حد ياخد لهم القرارات في البيت أو في الشغل، وده لأنهم بيخافوا جدا من المسؤولية. ولما قريت أكتر عن الشخصية دي لقيت اسمها اضطراب الشخصية الاعتمادية. الناس دي ما بتعرفش أبدا تكون لوحدها، ودايما بيدوروا على حد يساندهم أو يطمنهم، وبيعملوا مجهود كبير قوي للناس اللي حواليهم عشان بس يحسوا ان ليهم قيمه، وبيكونوا اخر ناس يشتكوا حد او يقطعوا مع حد حتى لو الشخص ده اذيهم جدا. اسلوبهم في الرفض بيكون للهروب لكده، عشان بيخافوا جدا يواجهوا او يختلفوا مع اللي حواليهم في وجهات نظر. لو انت حاسس ان انت الشخص ده، حاول ما تجيش على نفسك وتعلم تقول لا، وتحمي نفسك من باقي الشخصيات اللي بتستغلها، او روح لمختص يساعدك وقول دايما يلا نفسي.